مفيش شك إن النضافة والريحة الحلوة لها تأثير سحري على نفسية أي إنسان. كل يوم أقول بكرة أقول بكرة أقول بكرة، المطبخ بيستغيث بيناديني بيقولي الحقيني. فأنا بقى قررت ألبي النداء وأقوم أعمل كده. روتين بسيط ويوم مثمر في المطبخ، إن شاء الله بإذن الله تخرجي متشجعة من الفيديو ده، ومش كل يوم تقولي بكرة بكرة. تابع معايا الفيديو عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال ان شاء الله. حبايبي وعيلتي الجميلة متابعيني من كل مكان، اهلا وسهلا بيكم. منوريني كالعادة ومشرفيني، ومتشكرة جدا على تعليقاتكم الحلوة ولايكاتكم الجميلة ودعمكم ليا. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي. النهاردة عندنا يوم كامل في المطبخ بكل تفاصيله وحذافيره. بصي هتخرجي متشجعة ليه؟ لان احنا حياتنا وعنواننا البساطة. تمام؟ ازاي يعني نحصل على افضل النتائج باقل مجهود. النهارده بقى هتشوفي معايا في الفيديو انا بعمل ايه وبتصرف ازاي وبمشي ازاي، بحيث ان اليوم يعدي وفي نفس الوقت يكون في انجاز وحاجة جديدة وتجديد للطاقة، وفي نفس الوقت ما تعبش. تمام؟ ده هتعرفيه معايا بقى خلال الفيديو في تفاصيل ان شاء الله باذن الله اتكلم فيها معاكي. اول حاجه قمت عملت للعيال كده زي ما انتم شايفين، لفريده وفيروز عملت لهم نسكويك. هم نفسهم يشربوا الايس كوفي برغوته وبالكلام ده، فمره ان شاء الله ابقى اعمله معاكم باذن الله. فاللهم صل على سيدنا محمد. فانا قلت لهم لا اعمله لكم بالنسكويك، فجبت علبه النسكويك دي. الحجم ده في النسكويك على فكره ب 60 جنيه. تمام؟ وفضيتها في العلبه الازاز دي وايه، وضربتها لهم كده. طبعا ما عملتش رغوه، مش هتعمل رغوه زي النسكافيه. هو الفكره مش في المضرب، الفكره في الحاجه اللي انت بتضربيها. فطبعا لا، النسكافيه هو اللي بيعمل الرغوه العاليه دي. بس يعني الى حد ما عمل. بس كده. وحطيت معلقه سكر صغيره لان النسكويك بيبقى محلى اساسا. وحطيت لهم كده كام مكعب تلج، وعايزه اقول لكم اتبسطوا جدا. ومن هنا بقى عايزه اقول لك على معلومه ناخد بالنا كلنا منها ايه في الصيف. بالنسبة للناس اللي بتجيب لبن علب، او انا جايبة مثلا بخيره اللي هو الاكياس او كده، ما تعتمديش ان انت مثلا تاخدي من الكيس تستعملي على طول في اي حاجة. حاولي ان انت تاخدي شوية صغيرين تغليهم الاول. علشان ايه؟ الكيس ده اللي انا عملت منه ده، الكيس اللي قبله يا بنات اكتشفت ان هو قاطع مع انه كان مقفول. يعني مقفول ومش مثلا سايباه بره مثلا او مبيتاه بره، لا الكلام ده طبعا في الصيف مرفوض تماما يعني. مفيش حاجه اسمها نسيب كيس لبن ولا علبه لبن على الرخامه، انسي الكلام ده. المهم جايه لسه بسخن اللبن فلقيته قاطع. فبصراحه اتصلت بالسوبر ماركت وقلت له انا خدت كذا كذا، كنت جايبه حاجات يعني وكده قبلها بيوم. قلت له والكيس قاطع. ده طبعا سوء تخزين، فاهمني؟ فعلشان طبعا كنت الصبح وصاحيه، آه، عايزه اشرب شاي. فاهمني؟ اللي هو الطبيعي يعني. خلي بالكوا كوبايه النسكافيه دي كانت بعد ما انا فطرت وشربت شاي كمان. الصراحه كانوا ناس ذوق جدا، وقال لي لا والله احنا اسفين جدا واللي حضرتك تأمري بيه ومش عارفه ايه. وراح ايه بعتهولي الصراحه. اكيد طبعا ما حاسبنيش عليه. وبس كده. وخليته جاب لي كده معاه بالمره كده كام حاجه كانوا ناقصيني وتوابل وكده. بس كده يا بنات وجبته. فطبعا بصراحه برضو اللي اسمها ايه، يتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. قلت لا، رحت واخده حبه سخنتهم كويس جدا، لقيته الحمد لله ما فيهوش اي حاجه. لان انت لو من النوع يعني لو هتدي للولاد او معوداهم يشربوا لبن من علبه وبتصبي كده على طول من العلبه، ربما يكون اللبن فاسد او قاطع ويضرهم. فخلي بالك من النقطه دي في الصيف. خدت بقى اديت بقى للولاد النسكويك بتاعهم، وانا خدت النسكافيه بتاعي. واحنا كده كنا فطرنا وقعدت بقى هنا. وعايزه اقول لك ان قعده الصبح دي قعده لا تقدر بثمن طبعا. وربنا كده يا رب يثبتني ويهديني ان انا افضل انام بدري واصحى بدري. انا عايزه اقول لك ان لو انت حابه ان انت يكون عندك روتين ثابت ناجح، انت لو مش بتصحي بدري هتعاني. هو الدنيا هتمشي بس دايما هتحسي ان في حاجه ناقصه. فاللي يقدر يظبط يحاول يجتهد. انا بعمل كده والله يا بنات. يعمل كده، يقدر ان هو يعمل كده يعمل كده، لان هو ده الانجاز. غير كده بقى ما تقوليش. خلاص طبعا الصبح كله بركة وكده. فالمهم يعني بوريكم بقى الاندكس بتاعي ده. كنت جايباه مثلا من يجي شهر ونص كده ولا حاجة. انا من وقت للتاني لازم اجيب. بصوا اوقات بيبقى عندي بس مش بكتب فيه،
ولكن عايزة اقولك برضو على حاجة، اللي عايز ينجح ويعمل يعني ويحط حاجة في دماغه تتنفذ فعلا لازم تكتبيها. اندكس بقى، كشكول بتاع العيال، ورقة، اي ان شاء الله يا رب نتيجة قديمة، بس اكتبي اهدافك في اليوم. النهاردة انا عايزة اعمل 1 2 3 4، بنسبة 99% و9 من 10 اللي انت كتبتيه هتنفذيه. هو كده. ازاي؟ معرفش، هي حاجة لها علاقة ما بين الكتابة وما بين العقل والإشارات اللي بتروح للمخ والتنفيذ. فدي حاجة أنا متأكدة منها يعني. فالصراحة مسكت كده زي ما انتوا شايفين وكتبت أنا عايزة أعمل 1 2 3. وطبعا واحنا بنكتب أولوياتنا نكتب الأهم فالمهم. يعني مثلا يعني مش عارفة، كل واحد أولوياته بتختلف من حد للتاني، أهم حاجة هي اللي تبدأي بيها، وبالتالي تتوالى الحاجات اللي أقل أهمية وكده. فاكرين البطاص اللي احنا جبناه او الصودا الكاوي اللي جبناها الفيديو اللي فات؟ دي بقى انا قلت لكم انا هقول لكم انا هعمل بيها ايه. الحوض اللي على اليمين ده، تمام، ده انا كنت عملته في البدايه كده، كنت بوريكم الفرق ما بين الاتنين. فالناس اللي عندها حوض زي اللي هي الحوض اللي المصفى بتاعتها مش بتتحرك، اللي هي بتبقى ثابته، لازم من وقت للتاني نعمل الموضوع ده. مش عايزه اقولك انك هتحسي ان وانتي بتعملي الحركه دي وان الحوض بتنزل فيه كل الدهون المتراكمة اللي جوه البطاس ده، بياخد كل حاجة مش كويسة او الوان او ريحة مش مرغوب فيها، وكأنك لسه شارية الحوض دلوقتي جديد. فانا الحمد لله رب العالمين على قد ما بقدر، على قد ما بقدر يعني مثلا سمك، فراخ، اي حاجة بتتنضف في الحوض او كده ما بحاولش اسيب بقايا ورايا. انتوا عارفين كويس جدا وشفتوني زمان برضو، وانا انا زي ما انا ميه سخنه وتعقيم، وافضل ما اخليش اي حاجه في الحوض وميه سخنه كتير بس برضو مع التراكم وكده لازم بتحصل حاجات، بالذات مع اللحاض اللي هي المقفوله دي. المصفى البيضة اللي بتكون تحت المصفى الاستانلس اللي هي الصرف ذات نفسه في اول الصرف، انا معايا لما لونه بيتغير انا بحس اني حياتي كلها وقفت. والله يا بنات والله مش ببالغ، الحركة دي بتفورني من جوه. فخدي بالك من موضوع الأحواض أو أي حاجة عندك عايزة تتسلك، ومش بقولك كلام وخلاص، فعلا الحاجات دي بتعكس على البيت كله طاقة مش حلوة. ما تخليش حاجة مسدودة في البيت، ما تخليش حاجة بتنقط في السباكة. يعني ممكن يكون عندك مشاكل في البيت بسبب ان في حنفية عمالة تنقط وانت مثلا مش بتصلحيها. انت متخيلة؟ عارفة بيقولوا في علم الطاقة ان الحنفية اللي بتنقط دي معناها ان في فلوس مهدورة. يعني بمعنى صح ايه، مش عارفة تمسكي فلوس، مش عارفة تحوشي، فاهميني كده، نتيجة الحاجة اللي بتبقى المية السايبة. طبعا في ناس ممكن ما تصدقش الكلام ده، بس في ناس بتصدق، فانا بقول انا يعني بكلمكم بطبيعتي وباللي جوايا. ماشي خلاص كده. اول حاجة هنبدأ بيها مع بعض تسليك الحوض. ب20 جنيه بطاس او تقولوا له صودا كاوية وحبة هنا، او طبعا لو انت عندك حوض واحد ال20 جنيه ده هيبقى كتير، يتحط مثلا على مرتين ولا حاجة، وكانت المية مغلية كده، وشكرا كده انتي ودعتي كل احزانك خلاص. اول حاجة. تاني حاجة بقى يا بنات، زي ما انتوا شايفين كنست مشاية المطبخ، محبتش ان انا امسكها انفضها او كده، لا بكنسها عادي، وكل يوم بكنسها مع الشقة خلاص. دي بالظبط انا فرشاها بقالي 11 يوم، كنت غسلها، رحت بقى ايه لميها. تعالوا بقى للي هيحصل. اول حاجة الانبوبة خلصت، فانا قلت مادام انا هغير الانبوبة يبقى بقى بالمرة لما اشيلها واحط التانية هعمل ايه. اللهم صل على سيدنا محمد، هستغل ان تحت الحوض فاضي وهدعكه بقى دعكة حلوة، عشان انا ايه عايزة اعمله. لان زي ما قلت لكم كده في بداية الفيديو المطبخ كان بيقول لي الحقيني. طبعا عندي تسريب ميه، مش تسريب يعني الحوض من ورا مفارق كده، فلما باجي اغسله في نقط ميه ساعات بتنزل من ورا مني. ف مع الانبوبه، والانبوبه طبعا انتوا عارفين الحديد بتاعها فبتعمل الصدى ده في الارض. الحته التقفيله الحوض عندي اللي تحت المطبخ دي يا بنات يعني من الحاجات برضو اللي بتكسلني ان انا يعني ايه صعبه. يعني عايزه اقول لكم انتوا شايفين الضرفه اللي انا تحت المطبخ انا شايلها بسبب دخول وخروج الانبوبه، الضرفه اساسا اتكسرت والالمونيا بتاعتها اتمزعت من الجناب. فاللهم صل على سيدنا محمد. فقلت لا بقى،
هعمل كده. بس عايزه اقول لكم على حاجه، لما يكون في صدى في الارض، السترس اللي انا رشيته ده مش فعال قوي. انا رشيت طبعا سترس، الفلاش. والفلاش ده يعني انا معايا، انا كواحده مريضه حساسيه مزمنه، انا كده بودي نفسي الى التهلكه. ولكن انا مره هجيبه ان شاء الله باذن الله. انا جبته كتير، بس بكل مره كنت باخد قرار ان انا مش هدخله البيت تاني، لان هو ده ميه نار حرفيا. بس الصدى اللي بيكون في السيراميك وفي الفواصل وكده هو الفلاش، مفيش غيره، ما تحاوليش. هبقى اجيبه ان شاء الله، وابقى رش، وابقى اسيبه وانساه. وانساه، مش هينفع غير كده. رحت رشه بقى، وزي ما انتوا شايفين كده هاخد معايا الجزء بتاع تحت الحوض ده كله. وفي نفس الوقت بقيت حريصة. طبعا بصوا انا معايا ليفة سلك اللي هي الستانلس، وصابون مواعين عادي جدا. آه اللهم صل على سيدنا محمد. بقيت ايه، مش بحاول ان انا اغرق الدنيا قوي، لاني انا مش حاطه في دماغي ان انا عايزه ابهدل الدنيا. لا، انا عايزه انجز من غير ما الاقي نفسي الدنيا غرقت والميه خرجت على الصاله والموضوع وسع مني واتعب وكده. فانا مش هعتمد هنا على دلق الميه، هعتمد ان انا معايا فوطه هفضل امسح بيها الصابون واطلع اشطفها، وامسح بيها الصابون واطلع اشطفها. طبعا اختصرت معاكم المقطع ده عشان كان مرهق ارهاق فظيع. وطبعا كنت موطيه على ركبي وداخله تحت التقفيله دي، مش قادره اوصف لكم على ضيق التنفس اللي جايلي حرفيا يعني. بس بسم الله ما شاء الله الدنيا بقت زي الفل. اخدت التقفيله دي كلها معايا، والجنب بتاع البوتاجاز. طبعا انتوا شايفين المساحه ضيقه عامله ازاي يعني. تمام. بصوا بقى البساقط دي بالظبط من حوالي 6 ايام كنت غسلاها. علشان اللي في السلك الالومنيا بتاعنا العادي ده ببقى حاطاه تحت الحوض هنا في شنطه، اصل هو حاليا دلوقتي مش موجود عندي يعني. فلما باجي اخد بتقع فتافيت، فكان عامل صدى، فكان الشكل وحش جدا. فخدتهم شلتهم في يوم، ورحت ماسكاهم غسلهم كلهم. عشان كده ايه ما غسلتهمش معاكم. وهنا برضو خليني اقولك اني زي ما بقولك كده، لو كل يوم مع يومك العادي خدتي حاجة واحدة بس عملتيها. عارفة البازل كده يعني، كل لما بتحطي حاجة جنب حاجة جنب حاجة بتكوني شكل في الاخر، والرؤية بتبقى واضحة والصورة بتكتمل. فمع الحر اللي احنا فيه، ومع المسؤوليات، ومع حاجات كتير قوي، كلنا يعني كل البيوت انتوا فاهمين طبعا بتكلم ازاي، كلنا عندنا كل واحد في اللي مكفيه بمعنى اصح. بس مش هنسيب الدنيا بقى تضيع مننا ونحط بقى نفسيتنا قدامنا وكسلنا والكلام ده كله. كل يوم حاجة. يوم مثلا تاخدي مثلا لو عندك ظرفة فيها التوابل، تمسحي العلب مثلا من بره، او تفضيها وتغسليها لو محتاجة انها تتغسل. مرة تانية وانتي واقفة نزلي مثلا لو في ظرفة فيها أجهزة كهربائية. حتى لو عندك وايبس، عارفة يعني وايبس اللي هو بيبقى فيه كحول. تمام. عايزة اقولك ان الخامة بتاعت الوايبس اللي هي الصناعية دي بتنضف جامد جدا، يمكن احسن من الفوط. فالوايبس مش من الدلع، لا والله دي حاجة مفيدة جدا في المطبخ. ويمكن انا الكلام ده قلته قبل كده يعني كتير في القناة وكده. المهم جبت معايا، كان عندي البقرة دي كنت لسه جايباها، اللي هي بتاعت الألمونيوم فويل دي. خدت كده قطعة وغلفت بيها الصرف بتاع الحوض من تحت. يعني بحب اعمل الحركة دي ساعات، يعني بتدي شكل حلو كده. ملهاش فايدة معينة، هي بس بتدي شكل حلو يعني. طبعا تحت الحوض اختلف تماما، خد مني وقت يعني، مش هقولك ان هو ما خدش، لا اكتر حتة ارهقتني علشان المكان ضيق و... والمكان مقفول. تمام. بس مسكت بقى عملت ايه، اخدت بقى يا بنات كل الحاجات البساقط والحاجات اللي فيها البخاخات وكده، حطيتها جنبي على البوتاجاز عشان مش عايزه احطها لما تحت الحوض يتهوى كويس جدا جدا قبل ما اقفل. تمام. وابتديت بقى ان انا هقف دلوقتي اعمل لهم كيكه بالبرتقال، بس بالفانيليا اللي هي بتاعت دريم اللي هي بالبرتقال. بصي في البدايه حطيت في بوله، في اللي هي البتاع الحمرا دي، حطيت كوبايتين من الدقيق، وكيس بيكنج باودر كامل اللي هو كيك شيف، اللهم صل على سيدنا محمد، ورشه ملح. وسبتهم على جنب وقلبتهم. خدي بالك هما مش كوبايتين، هما كانوا كوبايه ونص. ليه؟ دي الصقر ده انا اول مره استعمله في الكيكه. ف... فمش عارفه وضعه ايه بالظبط، فقلت انا مش هحطه ايه مره واحده، هحطه على مرحلتين عشان مش عارفه هو بيشرب السوائل ولا ايه. ولكن انا في الاخر نص الكوبايه اللي انا اتجنبتها دي هرجع احطها تاني. فالمقدار معايا كوبايتين دقيق بالظبط.
يبقى كده المقادير الجافه بتاعتنا 2 دقيق وكيس بيكنج باودر ورشه ملح، حطيتهم ايه على جنب. معايا بقى في الخلاط يعني كوبايه من الحليب و3 بيضات، حطيت كيسين فانيليا اللي هي دريم اللي هي بالبرتقال. طبعا فانيليا البرتقال دي بتقلب ريحه الشقه حرفيا كأنك عاملاها ببشر البرتقال. وحطيتي ايه تاني بقى يا شيماء؟ نص كوبايه زيت، وكان عندي كيس حيران كده روابي كده كان فيه معلقه سمنه ورحت حطاها. عايزه اقولك ان السمنه من الحاجات اللي بتخلي الكيكه طريه جدا، بس انا ايه ان انا اعمله كله بالسمنه هتبقى تقيله قوي، فحطيت معلقه كده بس عايزه اقول لكم انتوا هتشوفوا معايا الكيكه كانت تحفه وناجحه ازاي. طب بالنسبه يا شيماء للسكر، سكرك بقى حسب الرغبه. المقدار ده في ناس بتحط عليه كوبايه سكر، انا ما اقدرش. الناس اللي سكرها قليل او بتشرب معلقه سكر واحده بالنسبه لها انها تاخد كميه السكر دي اوفر. فسكرك حسب رغبتك، ما تتأيديش. دي بقى يا بنات نص كوبايه دي اللي انا كنت متجنباها، لا العجينه احتاجتها. فهو المقدار اللي هو الطبيعي جدا المظبوط اللي هو كوبايتين دقيق على السوائل اللي انا قلتلك عليها دي. وعايزه اقولك وانا بضرب في الخلاط السوائل حطيت معلقه خل كبيره. جبت بقى الصينيه بتاعتي دي ودهنتها كده دهنه زيت، وهنزل بيها طبعا محضرين الفرن مسبقا على درجه حراره 180 علشان ما ينفعش الكيكه تدخل على ايه، على فرن بارد. بس خبطها خبطتين كده عشان ما تعلاش من النص، ودخلتها ووقفت. خلصت الحاجات دي شلتها في مكانها. انا لما بدأت معاكم كنت بعمل التنظيف بتاع الحوض اللي هو بالبطاز ده، ما كانش في حاجة اصلا في الحوض. الحاجات دي ظهرت امتى انا مش عارفة، يعني طول ما انا واقفة كده ما مش بصوا ما تسألونيش، هي المواعين انتوا فاهمين، هي المواعين بتطلع كده. بس انا بقيت واقفة اخلص اول باول، لاني لو بتفكري تعملي كده تنظيف عميق للمطبخ كده او تنعشيه او حاجة، لو الحوض فيه مواعين مش هتتشجعي، يعني انتي مش هتلاقي نفسيتك قفلت. اول حاجة هتديكي الطلعة كده او الطاقة الاولانية ان الحوض يبقى فاضي وطبعا متسلك وجميل كده ومفهوش اي دهون ولا في اي حاجة. فدلوقتي بعمل ايه؟ بخلص برضو الحاجة بتاعت الكيكة اللي انا وقفت عملتها كده اول باول، علشان انا كل ده بقول يا هادي انا كل اللي عملته اني انا نضفت تحت الحوض. وطبعا بما اني كنت موطية فبقيت ادعك تحت البوتاجاز معايا بالمرة، علشان كده ابقى انا خلصت الدنيا حواليا. خدي بالك انا ولا دلقت قدامك ميه مهوله ولا عملت رغاوي رهيبه ولا اتزحلقنا ولا الكلام ده كله. مش كل حاجه ان احنا لازم نغرق الدنيا، بس لازم تكون الدنيا تحتينا في المطبخ بالذات مكنوسه. يعني تكوني كنسه زي ما انا كنست كده، كنست المطبخ وكنست المشايه وتحت المطبخ لو في اي حاجه توطي تجيبيها وتشغلي المكنسه او تجيبي بالمقشه. اذا الميه دلوقتي اللي هتدلق منك او هتقع منك هتبقي سهل ان انت تمسحيها بفوطه. لكن لو العمليه من البدايه مش نظيفه وفي حاجات في الارض وكده مع دلق الميه الكتير، لا يعني انت اصلا هتحتاجي قصدي ان انت تدلقي ميه بقى عشان تفضلي بقى تشيلي الحاجات اللي هي في الارض. فلا الارض لازم تبقى نظيفه زيها زي الاوض وزي الصاله وزي كل حته في المطبخ. بس كده يا بنات. مش عارفه كنت عايزه اقول لكم على حاجه في الكيكه. عايزه اقول لك برضو ان انت لو عندك قشطه من لبن او حاجه حطيها. القشطه اولا بتدي طراوه للكيكه وبتدي لون جميل. طبعا انا مشغله الفرن تحت بس. عايزه اقول لكم على حاجه تانية برضو في الكيكه، ايه هي يا شيماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السوائل لما بتتضرب في الخلاط نتيجتها مبهره. يعني او لو هتضربي على ايدك تضربي حلو، يعني تضربي بقى حلو. لكن انا كل الكيكات الناجحه معايا اللي انا بضرب السوائل بتاعتها في الخلاط مش على ايدي. بس كده يا بنات. وطبعا بعد ما بحط برضو السوائل دي على الدقيق لازم ياخد خدمه شويه. مش بضرب كتير بس لازم الدقيق يدوب وتحسي كده ان العجينه فلافي كده وما فيهاش اي تكتلات من الدقيق باينه. بس كده دي كده كل تفاصيل الكيكه معايا. خلاص بتعملي ايه بقى يا شيماء؟ طبعا قعدت كده استريحت شويه. وخدي بالك من النقطه دي، لو تعبانه استريحي ما تجيش على نفسك. يعني انا معظم الجمهور اللي بيشوفني عارفه كويس جدا ان هو من سن 35 ل 45 سنه، صح؟ قولي لي بقى في التعليقات. فربنا يدينا الصحه يا رب والعافيه. فاكيد الانسان في العشرينات، خلينا صراحه، اكيد غير التلاتينات، اكيد غير الاربعينات، اكيد طاقتك بتقل.
انا ما بقولش ان احنا عجزنا او لا، بس الطاقة ذات نفسها بتقل، او بمعنى اصح الواحد بيعقل اكتر. بدل ما كنا يعني انا الحاجة دلوقتي اللي كنت زمان بعملها في يوم ممكن اعملها في 3 ايام. ليه؟ علشان طاقتي بتتوزع على حاجات تانية في البيت. عندي حاجات تانية بعملها، عندي ولاد عايزين ياكلوا، مش لسه بقى صغيرين مثلا، اللي هو طفل مثلا بيرضع مش محتاج اكل ولا شرب، فانت لازم هتقفي تعملي اكل عشان اللي عايزين ياكل، وراكي كذا حاجة. ف- فشغل ان انت تقسمي او تعملي الحاجة على قدك ده، يعني ده شيء فيه من النظام، وده احسن من ما فيش. طيب بتعملي بقى ايه يا شيماء؟ الفرن كان هدي، رحت رشه على المفاتيح من بره، يعني ايه، المفاتيح من بره والباب من بره. مقبض الباب بتاع الفرن ذات نفسه كان فيه دهون، بالذات ناحيه العين الكبيره اللي اكتر عين انا بستعملها. الضرفه الاولانيه اللي هي المستطيله اللي قدامكم دي على طول، اللي هي ايه، اللي هي درج الزيت اللي فيه الحامل بتاع الزيت والخل وكده. ده عشان قريب جدا من البوتاجاز، الوحيد اللي رشيت عليه سيترس. علشان ايه؟ لازم يترش عليه. وطبعا رشيت على جنب البوتاجاز وعلى الضرفة اللي جنب البوتاجاز. شايفين الدنيا ضيقة ازاي؟ هو ده بقى اللي بيعمل الدهون. بقيت الضرف عملتها كل ده، خلي بالكم انا بستعمل ايه، صابون سائل. بقيت الضرف عملتها عادي جدا. اهم حاجة بقى ايه؟ معانا سفنجة ناعمة. مش نقول بقى الست الشاطرة الحلوة اللي هتمسك الستانلس وتقعد تدي في المطبخ بقى، او ليفة سلك عشان تبقى الحياة بقى جميلة. لا، لا كده هتجرحي المطبخ ومش هيعيش. فاللهم لك الحمد، مطبخي ده انا يعني اللهم لك الحمد، يعني هو انا كده بقالي 12 سنه بالظبط. يعني الشهر ده هتم 12 سنه جواز. اللهم لك الحمد. زي ما انتم شايفين، إيه مثلا، يعني مثلا ايه، عندك درج الزيت ده، الالمونيا بتاعته او الدهان بتاع الالمونيا إيه، اتاثر من رش الدهون اللي هو مذيبات الدهون اللي انا برشها. ولكن المطبخ ككل مش متجرح مني. المفصلات ما صدتش مني غير التقفيلة اللي تحت المطبخ، علشان دي بينزل عليها مية غصب عني. فنلتزم موضوع السفنجة الناعمة ايا كان نوع مطبخك ايه. ما تقوليش مثلا نعمل كده وخلاص، هتزعلي والحاجة هتقدم وهتبوظ بسرعة يعني. وطبعا بقى ايه، زي ما انتوا شايفين معايا بقى فوطة مبلولة. بقى الفوط بقى ايه، يا سلام، الفوط اللي هي المايكرو فايبر دي، اللي هي تحس انها ليها انسجة كده بتمتص معاكي الصابون وبتلمع وبتنضف. ومعايا طبق كده صغنن فيه المية في الحنفية، اروح اشطف وارجع، اروح اشطف وارجع. طبعا اكيد في صابون بينزل مني على الارض، بس برضو انا ما بهدلتش الدنيا قوي. عايزة بقى اقولك برضو على حاجة مهمة. بالنسبة لان احنا في صيف، وان احنا طبعا حرانين ومكسلين ومفرهدين، فانتي لو عندك مروحة، في ناس اصلا كده كده حياتها انها بتاخد المروحة المطبخ، زي ما انا بيجيلي اختناق. لكن انتي لو مش ما تعرفيش الموضوع ده، لا اعملي كده. يعني خدي مروحة معاكي، اللي هي البوكس دي او اللي هي الستاند، حركي المروحة وخديها عند باب المطبخ. يعني انتي ريحي نفسك. إيه اللي يخليكي تقفي مفرهدة مع سخونية المطبخ في الصيف والكلام ده كله؟ حتة المروحة دي كانت واقفة مهونة عليا، بغض النظر طبعا ان انا واقفة لابسة بكم ولابسة الطرحة. طبعا انتي مش بتصوري ولا اي حاجة، فانتي هتبقي براحتك، تبقي براحتك كده. والله يا بنات مش بقولكوا كده مثالية، بس دي فعلا الحقيقة. يعني ايه بقى؟ تبقي بقى لابسة حاجة براحتك، مسرحة شعرك ورافعة لفوق. مش معنى ان انا داخلة انضف المطبخ ان انا لازم ابقى قمطة. على فكرة ابدا ابدا، او احس ان انا كده يعني مش عايزة اقولها يعني، بس اللي هو ايه، لا، انا بنضف مطبخي وبعمل لنفسي وبنضف لنفسي وانا ليدي، مش حاجة تانية. وبعمل كده عشان انا ابقى مستريحة. ده شيء ما يقللش منك. وعلى فكرة الحركة بركة، والحركة نشاط. يعني وانتي بتحركي جسمك، بتحركي مفاصلك، بتوطي بتقومي بتتحركي. على فكرة ده صحة. قلة الحركة هتقولي يا شيماء، طب والناس اللي عندها شغالين ومثلا الناس بتساعدها في البيت وكده، ربنا يزيد الناس كلها يعني يا رب. بس الفئة دي في المجتمع ناس برضو يعني ايه. وخلي بالكوا في ناس عادية جدا بتجيب ناس تساعدها برضو في البيت، عشان بس ما ايه كلامي ما يتفهمش بشكل غلط، عشان كل واحد بيفهم الكلام على مزاجه. بيتحركوا بمعنى ايه، تلاقيهم بيروحوا الجيم، عايشين حياة صحية، يعني هم محافظين بشكل تاني. طب احنا كستات مصريات اصيلات، ستات بيوت، مش بنروح كلنا جيم، مش كلنا يعني. يبقى حركتك في البيت وتحريك جسمك ومفاصلك هو ده الصحة بالنسبة لك.
بس اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا بقى، اخدت معايا الحيطه اللي قدام المطبخ. عايزين برضو في اليوم ده نعتمد حاجه، اني على قد ما تقدري اي حاجه ايدك طايلها خديها، اي حاجه ايدك طايلاها خديها. سيراميك باين خديه. اللهم صل على سيدنا محمد، جنب البوتاجاز زي كده عارفه تتحكمي فيه خديه. فالحيطه دي كانت سهل ان انا اخدها. غسلتها كويس جدا ومسكت الفوطه ناشفه، لميت كل الصابون من على الحيطه. فده سهل معايا لما انا جيت اعمل بالفوطه المبلوله ان انا ألمّع بسهولة من غير ما أحس إن أنا محتاجة برضه آخُد مَيّة كتير. هتقولي لي يا شيماء بس دلق المَيّة حلو، أيوه ما أنا أوقات بادلق، بس يعني مش كل مرّة ومش على طول. عايزة أقول لِك إن النتيجة واحدة، صدقيني لو أنتِ من البداية زي ما باقول لِك بدأتِ الدنيا نضيفة حواليكِ والأرض نضيفة حواليكِ وماشية بتكنيك كده زي ما باوريكِ كده كل حاجة بهدوء، النتيجة هي. من غير ما نبهدل الدنيا والدنيا تهيص والميه تخرج بره وجوزك يقول لك لمي الدنيا واعملي فاهماني؟ لا خليكي كده على المداري والنتيجه زي ما بقول لك واحده. البتاعه دي بقى بتاعه الفرن انا على طول حطاها كده، الحركه دي بقى بتحميني ان انا اي حاجه تدخل تحت الحوض. يعني ساعات واحنا واقفين في المطبخ في حاجات بتقع مننا بتجري مننا، لا البتاعه دي بتصد لي كل حاجه. خلصت يا بنات مسحت عادي جدا، مسحه عاديه. كنت بوطي بجيب من تحت المطبخ على فكره، والدنيا معايا نظيفه وتمام. حطيت بس اللي هو مكسيل اللي هو بتاع الارضيات ده، اللي هو ضد الحشرات. طبعا ربنا ما يجيب حشرات ولا اي حاجه، بس هو برضو مفيد للنمل، يعني بيطفش النمل شويه زي ما بيقولوا يعني. رجعت الصواني مكانها، الصينيتين اللي كانوا جنب البوتاجاز دول كنت غسلاهم، كانوا نضاف، كنت غسلاهم كويس جدا كمان. في مره من كام يوم كده وانا واقفه رحت ماسكاهم غسلاهم. واخده بالك من التكنيك اللي انا بكلمك بيه من اول الفيديو؟ الحاجات المحصله دي كلها هتلاقي نفسك ها الدنيا كلها بتتظبط. اما لو انت بقى ظروفك سامحه او انت فاضيه ان انت تعملي كل حاجه في يوم واحد، دي طبعا اكيد حاجه ترجع لك. قفلت بقى هنا الدنيا، مسكت الشباك مسحته. ليه يا شيماء ما غسلتش الشباك؟ ما انتوا عارفين ياما بغسله معاكم وبنغرق الدنيا. اولا انا بغسله على طول، فانا مش لازم اغرق الدنيا، وبعدين مش عايزه اي ميه تتسرب من ورا الحوض تنزل تاني تحت عند الانبوبه وتعمل، لان انا الفتره الجايه عايزه ابقى حريصه قوي في الموضوع ده واحاول ان انا، بس المشكله ان انا بسد بالاسمنت الابيض ده وبرضه بيرجع يفك تاني. فالفكره ان انا ابقى حريصه بقى في دلق الميه يعني ان شاء الله باذن الله. ايه رايكم في صينيه الكيكه اللطيفه الظريفه؟ بصوا بقى القوام يا بنات، بصوا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تحفه. انا بسجل لكم صوت الفيديو دلوقتي، الصوت للفيديو يعني تاني يوم. اللهم بارك، الكيكه كاني لسه عاملاها. فريده بقى فرشت معايا المشايه، وده عايزه اقول لك برضو ان لو حد بيساعدك من عيالك، انتي في يوم زي ده بتعملي كده شويه حاجات يعني زياده عن يومك شويه، هما كمان يساعدوكي بره زي ما انا عملت كده مع فريده وفيروز. انتي اعملي كذا وانتي اعملي كذا وانتي لمعي كذا وانتي، بالذات لو بنات لازم يشتغلوا، لازم على قد ما تقدري علشان يعني يكبروا ويبقوا شاطرين يعني. وهنتكلم في الموضوع ده فيما بعد، نتطرق ليه المواضيع كتير يعني. عملت لهم بقى برجر، كان عندي كده حلواني اخوان ده يعني هو احسن الوحشين، ولكن انا ما بقتش بحب قوي المصنعات، بس في يوم زي ده كده طوارئ حاجه زي كده تمشي الدنيا وتنفع مع خس وشرايح طماطم كده وكاتشب ومايونيز. وعايزه اقول لكم في عيش بلدي كمان، والدنيا مشيت واليوم مشي الحمد لله. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. مستنيه تعليقاتكم الحلوه ويشجعوني كده بلايكات، وطبعا اتاكدي ان انتي مشتركه معايا في القناه. وان شاء الله باذن الله استنوني في فيديو جديد. وعايزه اقول لكم ان البتاع الكراهات اللي عند الحوض دي كانت حته قماش بتاعت ماما فحطيتها كده. يلا مع السلامه.